السلام عليكم. في ليبيا القوات المسلحة العسكرية تعتقل كل الأفارقة اللي وجودهم في ليبيا غير قانوني، ويسببوا المشاكل وسببوا القتل وسفك الدماء وتجارة المخدرات ونشر الدعارة في ليبيا. القوات المسلحة والدولة الليبية تصدوا لهذا الموضوع. المهاجرين الغير شرعيين وجودهم أصلا في ليبيا غير شرعي، وصار نزوح من دول الصحراء إلى ليبيا، وليبيا ما تتحمل العدد الهائل على ليبيا، عدد كبير. ليبيا ما تتحمل، وكل شمال أفريقيا ما يتحمل. أشجع الشعب الليبي وتحية للشعب الليبي على هذه الجهود، وتحية للدولة الليبية والجيش الليبي، وأتمنى الخير لكل المسلمين، لأنهم هاهم جايين يغزون بلادكم. افهموا انهم هاضم جايين يغزون بلادكم وياخذون ثرواتكم ويغتصبون نسائكم ويقتلون رجالكم. هم عينهم على بناتكم وعينهم على ثروتكم وعينهم على بناتكم أكثر شيء، لأنهم هاضم قتلة مجرمين، هذا ميليشيات. لا إله إلا الله.